اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وصحه وسعيد. الموضوع اللي هتكلم فيه النهارده موضوع مهم جدا. انا بالنسبه لي شايفاه عامل كده زي مثلث برمودا. الموضوع مش سهل ومش بسيط، وبما ان ولادنا طبعا امانه في رقبتنا ولازم نركز في كل تفصيله تخصهم، فالموضوع ده بالذات لازم ناخد بالنا منه. ليه؟ لانه ممكن يعمل كوارث كبيره جدا احنا مش مدركينها. بنبقى متخيلين ان احنا بنستخدم الحاجه الفلانيه علشان نحفز ولادنا، احنا بنقول لهم الموضوع الفلاني علشان خاطر احنا بنحبهم، بس للأسف هو الموضوع بيوصل بشكل غلط وبيأثر على نفسيتهم. أي حاجة تخص الصحة الجسدية نقدر نعالجها في مدة مش يعني عمرها ما هتتقارن أبدا بإن أنا أعالج حاجة تخص نفسية الطفل أو شخصيته. الموضوع طالما اتكون هتلاقي الدنيا صعبة معاكي بعد كده، هتاخدي سنين علشان تعدلي حاجات انت بنيتيها غلط. طب ليه؟ طب ما نركز من الأول علشان نقدر نبني صح. فانا المثلث اللي هتكلم عنه النهارده ده، واللي هو مش لاقيه له اسم غير انه مثلث برمودا نظرا لخطورته الفظيعه، هو مثلث متكون من اصعب 3 حاجات. انا شايفاهم اصعب 3 حاجات ممكن يعملوا كوارث في الشخصيه، وهيبنوا، تاكدي ان هم هيبنوا سور كبير جدا ما بينك وما بين ولادك، ويبقى الموضوع، تبقى العلاقه ما بينكم مش الطف حاجه. يعني بالعكس، ده ممكن كمان لو الموضوع حصل منه اجزاء ما بينه وما بين الاخوات، فانت بتربي ما يعني يا مرحب بقى بالعداوه الفظيعه اللي انت هتربيها والكره اللي هيتولد جواهم. المثلث ده بيتكون من ايه بقى؟ من النقد واللوم والمقارنه. اصعب فعلا 3 حاجات. تخيلي كده ان انت ابنك جايب لك درجات مش عاجباكي، او راح التمرين وكان عنده بطوله بس ما حققش ميداليه كويسه، فانت حضرتك بقى بمنتهى الثقه تفتكري ان ايه، انا هعمل بقى حاجه دلوقتي عشان خاطر احفزه، عشان المره الجايه يبدا يركز شويه ويجيب درجات اعلى او يحقق بطوله افضل. في ان انا اعمل ايه؟ طب بص فلان، بص اخوك جاب درجات احسن منك ازاي، بص ابن خالتك كان اشطر منك وجاب مجموع احسن منك ازاي، طب بص صاحبك الفلاني حقق ميداليه ذهب او ميداليه فضيه وانت جايب لي برونز ازاي، ما انت لو كنت ركزت، لو كنت عملت زي فلان، لو كنت عملت زي علان. الموضوع ده صعب جدا. اول حاجه انت بتكسريه من جوه، انت كده خلاص اهلا وسهلا انت دمرتيه، بتكسري الحافز اللي جواه، ما بتخليش عنده استعداد ان هو يعمل تاني. هيدخل بقى في دايره العند اللي هو ايه، طب هو انا بتقارن بفلان ليه، هو فلان احسن مني ليه. يبقى اهلا بقى، اول حاجه انت مرحب بان انت دمرتي شخصيته، لانك بعد كده هتبصي تلاقي ان الطفل هيكبر، هيبقى شاب، هيبقى راجل، هيبقى عنده مشكله في قوه الشخصيه. اي حد يقدر يتحكم فيه يقدر يجيبه ويوديه. تاني حاجه بقى العند اصلا بيبقى حاجه صعبه جدا، انت نفسك هتعاني منها ومش هتبقي مرتاحه. فابعدي عن المقارنه. عايزه تقارني ابنك وتشجعيه يبقى بنفسه. يعني ايه بنفسه؟ يعني انا جاي ابني وجايب لي درجات مش كويسه، مش احسن حاجه مثلا، او الشهر اللي فات كانت الدرجات اعلى، فاقول له طب فاكر الشهر اللي فات او فاكر الشهر اللي قبليه، على حسب يعني اعلى درجه جابها قبل الدرجه اللي يجيبها لك ديت. شفت انت وقتها كنت ذاكرت، وقتها انت كنت عملت الحاجه الفلانيه، اهتميت اكتر، بعدت عن الموبايل، ما بقتش بتتفرج بشكل كبير، ما ضيعتش وقتك، كنت مركز فجبت درجات اعلى. في الوقت ده انت فعلا كده بتحفزيه بشكل صح. طيب ايه الحكايه بقى ان انا الومه طول الوقت، ألومه على كل حاجة وكل تصرف مهما كان بسيط؟ وللأسف بقى يعني احنا كأمهات يعني أسهل حاجة، ده لو أبسط حاجة وهو ماشي وقع كوباية، بدل ما نخليه يتحمل النتائج، لا بنبدأ بقى ايه، نركز في ان احنا ازاي نلومه وازاي نخليه يحس بالذنب ان المصيبة الفظيعة دي حصلت. ايه ده انت كسرت الكوباية؟ طب ما احنا ممكن ايه نطمن عليه الأول. ايه يا حبيبي، طب انت عامل ايه دلوقتي؟ اتعورت؟ طيب ممكن بقى دلوقتي نجيب ايا كان بقى الحاجه اللي هيلم بيها، المقشه والجاروف، طبعا مش هنجيب المكنسه عشان ما تبصي، وابدا بقى لم الحاجه دي. طب هو سنه صغير مش هيقدر يعمل كده والحاجه دي وقعت منه، برضو مش هعمل كده، لان انا ههز ثقته في نفسه. انا بدل ما اشجعه علشان يقدر يعمل الحركه دي تاني، يبقى هو لسه بياخد ثقه في نفسه وبيحاول يمسك كوبايه او يوصل طبق مثلا للسفره، وانت تيجي بقى تدمري الحته دي. ما ترجعيش بعد كده تطلبي منه وتقولي له دخل، هتبصي تلاقيه خايف. لا، ده بالعكس، انت تشجعي وتدعمي وتقولي له ايوه انا واثقه فيك وعارفه ان انت هتوصل الحاجه ديت ومش هتقع ومش هيحصل لها حاجه. طب وقعت، خلاص يا حبيبي احنا دلوقتي نتصرف ونلم الحاجه. لو هو سنه صغير هساعده، لو هو سنه كبير هسيبه يتحمل النتائج.
يبقى انا كده اتكلمت عن المقارنه، اتكلمت عن اللوم، هتكلم بقى عن النقد. ان انا ما ورايش حاجه غير اني اتصيد اخطاء ولادي، دي طبعا مصيبه كبيره جدا. ان انا قاعده طول الوقت ما ورايش حاجه غير ان انا اقول له انت غلطت في كذا وكذا وكذا وكذا. طب ما انا طول الوقت حطي نفسك كده مكانه. لو انتي جوزك طول النهار ينتقدك ويقولك دي فلانه احسن منك، اولا هيقارنك، يقولك فلانه احسن منك، انتي فيكي العيب الفلاني، انتي عصبيه، انتي، ويبدا يذكر كل العيوب وينسى المميزات اللي عندك. فانتي هتزهقي، هتبداي تملي، ايه ده، طب هو مش شايف فيه مميزات خالص. وبرضه هنرجع ونلف في نفس الدايره. كل الثلاث حاجات دولت اللي في المثلث هيوصلونا لدايره ان انا هطلع طفل مش واثق في نفسه. وما نقولش بقى ان هو هيبقى طفل مش واثق في نفسه والدنيا هتبقى تمام وكل حاجه زي الفل لما يوصل لمرحله المراهقه. عايزه اقولك ان ده بيبقى يعني مرحله المراهقه ديت من اصعب المراحل اللي ممكن ولادنا يمروا بيها. فلو انا ما بنيتش صح والشخصيه عندي ما كانتش قويه جدا تقدر تستحمل التغيرات اللي هتحصل سواء على المستوى الجسدي او النفسي في مرحله المراهقه، فانا كده بقى يا مرحب بقى بكوارث المراهقه الكبيره اللي هي بقى يعني ادمان، افلام مش كويسه، اصحاب بيأثروا عليه وبيمشوه، يعني ان هو يبقى شخصيه تابعه. فالموضوع ده كله هيبقى مصيبه بعد كده. عشان كده بنقول يا جماعه نركز مع اولادنا، بلاش ننتقدهم طول الوقت. بالعكس ده انا لازم احاول اتصرف واشوف بقى. اكيد ما هو اولادنا مش كلهم عيوب، ما هو ما فيش حد كله عيوب وما فيش حد كله مميزات. انا زي ما انا هقول العيب الفلاني ده موجود لازم ادور واقول الميزه الفلانيه دي موجوده. ده انا مبسوط منك النهارده علشان انت كنت شاطر وساعدت اختك، انا مبسوط منك النهارده عشان انت اتصرفت في الموقف الفلاني دوت صح. ده بابا فخور بيك، ده انا فخوره بيك، ده انا هروح اقول لبابا على التصرف الحلو جدا اللي انت اتصرفته النهارده. اي حاجه يعملوها كويسه لازم تسلطي الضوء عليها. اعملوا يا جماعه سبوت لايت على ايجابيات ولادنا، بلاش كفايه بقى السبوت اللي احنا بنعمله على السلبيات. ربنا يحميهم ويحفظهم جميعا.